اعمل ايه يوم عرفه؟ بصوا، يوم عرفه اهم يوم في حياتك كلها. صيامه بيكفر سنه ماضيه، سنتين من الذنوب، سنه ماضيه وسنه مقبله. معقول اللي عملته السنه اللي فاتت ايوه واللي جاي يا رب يا رب يا رب. بص لو انا هفكركم، كل واحد يفكر كده انا عمل ايه؟ ده انا عامل كتير. يوم عرفه بكره يغفر. الدعوه في يوم عرفه مستجابه. اسالوا كل الناس اللي جربوا ما عهدنا على دعوات عرفه الا استجابه. عندك حاجات، عندك هموم، عندك طلبات، عندك كرب، عندك امنيات لله عز وجل لا ترد غدا في الدعاء. بكره قدر جديد تصنعه لنفسك وبايدك في دعاء بكره يوم عرفه. كان بعض السلف بيقول لك احنا بندخر حاجاتنا ودعواتنا ليوم عرفه واي حاجه. ليه؟ الدعوه مستجابه يا جماعه، الدعوه يوم عرفه مستجابه. بس وايه بقى ايه حجتك وايه عذرك؟ مفيش. كان احد الصالحين بيقول والله، مش بس الصالحين، كل الناس اللي عليها عهد، والله ما دعوت دعوه يوم عرفه وما دار عليها الحول، ما جاتش السنه اللي بعديها الا ورأيتها كفلق الصبح. يا رب اجعلنا. لسه بقول لاولادي، بقول لهم بصوا الدعوات بتاعتنا بقى لنا مثلا بتاع حوالي 10 سنين في ورقه واحده. ماشي والله بقول لكم كده، الورقه واحده كلها استجابت طبعا، يعني فاضل الحاجات الاخيره ده الله سبحانه وتعالى رب استجابها. السنه دي بقى لازم ورقه جديده بالاحداث اللي بتحصل واللي بيجرى لنا والكلام، لازم ورقه جديده.